السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة باذن الله بقى وصفتنا وصفة بقى مش عادية. وصفة الموز بالموز الضاني، وجنبيها كمان الرز البسمتي بطريقة جميلة جدا. ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. يعني ولا احلى من احسن مطعم هيقدم لك الحاجات دي. احنا بقى هنعمله في البيت وعلى قد ايديكي طبعا. مش لازم تعملي موز بالظبط. تقدري لو عندك لحمة حلوة كده، مثلا ممكن لحمة بتلو او موز بتلو، مش لازم ضاني. او حتتين لحمة حلوين، او نفس الطريقة دي تستخدميها للفراخ كمان. يعني بنفس الطريقة تقدري تعملي بيها فراخ هتنفع على فكرة. ماشي. مش هكلفك اللي موجود عندك، بس شوفي الطريقة كويس جدا. بس ما شاء الله الموز بتاعتنا، يعني تقدري تقولي لي عن ان انت عاملاها احسن من بره كمان بكتير بكتير بكتير. ما شاء الله العظيم، تحفة تحفة تحفة. والله يعني مش شكر في نفسي ولا اي حاجة، بس الطريقة دي بجد حلوة قوي. الموز كده فعلا ما شاء الله مستوية جدا. وطبعا يعني متبخرة يعني على الفحم برضو. وكمان جنبيها خضار ما شاء الله جميل جدا. يعني واللحمة ما شاء الله على السوا بتاعها جميل قوي قوي قوي، ومعمولة بطريقة فعلا ممتازة جدا. والرز فعلا جميل قوي قوي. هنشوف برضو الطريقة كده اتعملت ازاي. وشايفين بقى اللحمة وجمالها ولونها الجميل وسواها. فعلا ما شاء الله تحفة جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم الموز دي بتاع لحمه ضاني اللي هو بتاع الخروف. انا كنت دايما بشيلها كده في الفريزر لوقت عوزه، وانا فعلا بشيلها عشان اعمل بيها الفيديو ده مخصوص عشان اقول لكم ازاي انا بعمل الموز بتاعتي. طبعا بطريقه جميله جدا. انا اول حاجه هشوف بقى الطريقه. اول حاجه معايا الاربع موز الضاني بتاع خروف. طبعا لو في جديان ماشي. لو كمان عندك عجالي، موز عجالي بتلو كده، يبقى تمام عادي. الطريقة جميلة جدا. أول حاجة هننشفها بمناديل مطبخ لحد ما تبقى ناشفة جدا. وبعدين هنتبلها بملح. أنا كده برش عليها ملح. وبعد كده هنرش عليها فلفل أسود. ده في البداية كده عشان نديها بقى ايه التست بتاعها. وبنقلبها على الناحية التانية. وبرضو هنرش عليها ملح وفلفل اسود. هتبقى فعلا روعة جدا. وطريقة جميلة جميلة جميلة. وتفرجي الفيديو في الآخر والله ما هتندمي. وإن شاء الله لو أتاح لك الفرصة إنك تعملي الموز مش هتعمليها إلا بالطريقة دي. عندي قالب على البوتاجاز، ولعت عليه النار ونزلت عليه زيت ذرة. وهبتدي أديله الصدمة اللي هي أهم حاجة. الصدمة دي هقول لكم ليه كمان. عشان نحتفظ بالسوائل اللي جوه الموز بتاعتي. عشان ايه تبقى كلها السوائل من جواها كده. ونديها تشويحة من بره وصدمة تبقى حلوة قوي قوي. تمام. واحنا كده بنقلبها من وقت للتاني. وندوس عليها كده بحيث ان احنا نشوحها من جميع الاتجاهات. زي ما انتم شايفين كده النار عالية مش واطية عشان ما تنزلش السوائل اللي فيها. احنا زي ما قلنا لكم عايزين نحتفظ بالسوائل اللي جوه عشان تدينا احسن طعم واحسن نكهة. وعايزه اقول لكم الموز دي بجد لو دخلتوا اي مطعم والله العظيم بمبلغ وقدره. يعني لو انتي جبتيها بقى من جزار او على العيد الكبير او في اي وقت مناسبات عايزه تعملي اكله حلوه تعزمي عليها اي حد غالي عندك، بجد هتبقى حلوه قوي. وكده بعد ما شوحتها انا بقى عندي بوكيه جارنيه اللي هو الخضار الاول. بطاطس وجزر وبصل ومخرطاه كده ارباع. كان عندي بطاطس بطاطسية كبيرة قوي، ممكن تستخدمي بطاطستين. وعندي هنا 5 6 فصوص توم نزلتهم كمان. وعندي هنا بقى القرفة والحبهان. الحبهان دايما بفتحه عشان ينزل البذور اللي جواه. طبعا بيدي طعم حلو ونكهة حلوة قوي. وهنا كمان كان عندي نص
نص جوز الطيب زي ما انتم ما شايفين. هبتدي اقطعها كده بالسكينة لحد ما انزل منها ايه، انزلها كلها عشان نتبل ونبهر معانا الموز بتاعتنا، تبقى حلوة قوي قوي معانا. انا مش ما ضفتش ملح خالص غير بعد اللي ضفته عليها من الاول في اول التشويح، ومش هضيف للاخر. تمام. هو بيكفي قوي الملح اللي انا ضفته بالفلفل الاسود والحبهان والقرفة. وكمان هنزل بقى ايه ورق لورو بقى دلوقتي عليها، وكمان لومي. تمام. ادي الورق اللورو 4 5 وحدات ووحدتين لومي. اللومي ده اللي هو الليمون المجفف، بيدي نكهة حلوة قوي. يعني احنا كده ظبطناها وميزناها وروقنا عليها، وكمان كده اتشوحت تشويحة حلوة. وبالخضار ضفناه يعني كمان الخضار ده هياخد نكهات الموز دي. وضفنا بقى مية عليها، ظبطتها وشايفين زودت المية ازاي. وجبت بقى الورق اللي هو الحراري ده السلوفان وغطيتها، وكده انا بقلبها على الناحية التانية. طبعا كل ما هتكون نقصت من المية وحسيتي ان هي محتاجة تستوي زيادة هضيف لها. ماشي. لحد ما تستوي تبقى خلاص يعني ناقصة بقى ايه، تملط بقى الموز من العظمة بتاعتها، يعني تبقى استوت للآخر. وانا هنا كده وهي بتستوي هعمل الرز بقى، واقول لكم الطريقة اللي انا بعملها. الطريقة دي جميلة جدا، والرز فعلا بيبقى حلو قوي. عندي بصلاية متوسطة، نزلت عليها زيت ذرة ورشة ملح صغيرة عشان بس التصننة بتاع البصلة، عشان ما يبقاش فيش ريحة وحشة للبصلة. تمام. وهنا رشة فلفل صغيرة، فلفل اسود. وبنقلب ونشوح كده البصلايه بتاعتنا لحد ما تدبل. وكمان انا مش هخليها تاخد لون. وهي بتدبل كده نزلت وحدتين قرفه، عودين قرفة كده، بحيث ان احنا مش هننزلها قرفة ناعمة، ناخد بس ايه النكهة والطعم بتاع القرفة. والليمون اللومي نزلت عليها ب2 برضو ليمون لومي كده، عشان نشوح معانا البصلة والتوابل تنزل نكهتها معانا. وعودين ورقتين كده لورو، او 3 او 4 كده زي ما انت محبة. الحاجات دي التوابل دي بنضيفها سليمة. وهنا 4 حبات حبهان بنضيفها سليمة، عشان احنا واحنا بنقدم الرز لو في اي حاجة نشيلها واحنا بنقدم. وبنقلب كده البصل معانا. وكمان هنضيف نص معلقة كبيرة من الكركم. لو عندك كمان كاري رز ضيفي. لو عندك يعني توابل بتاع رز، بس انا ما كانش عندي توابل ومش مش حابه بقى اضيف اكتر من اللي انا ضفته. كده بصراحه بيبقى طعمها روعه جدا. والرز البسمتي بالطريقه دي جميل قوي. وانا كمان هضيف جزر، يعني عندي جزرتين كده مبشورين بالمبشره زي ما انتم ما شايفين. هبتدي بقى انزلهم على البصله زي ما قلت لكم يا دوبك دبلت ما خدتش لون كده ولا حاجه. وهقلب كل البصل بالجزر معايا بالتوابل اللي انا ضفته لحد ما تبتدي الجزر يدبل. وانا كمان كنت غاسله الرز البسمتي، انا كان عندي مقدار نص كيلو، زودت شويه زيت ذره صغيرين. كان عندي نص كيلو رز بسمتي من انضف الانواع، اللي هي الرزايه الطويله دي، بتدي شكل حلو قوي وكمان مش بتتكسر معاكي وانتي بتعملي. انا غسلتها بس ما نقعتهاش في ميه. لو حابه تنقعيها انقعيها، بس انا ما نقعتهاش. والطريقه دي بتبقى حلوه قوي. يعني عايزه اقول لكم ان انا بدات بقى اقلب الرز البسمتي بالبصل والجزر والتوابل اللي انا ضفتها لحد ما ايه يتشوحوا كده شويه او ياخدوا تقليبه ويتغلفوا يتغلفوا كلهم مع بعضيهم. وبعدين بقى بعد ما اقلب كويس جدا واتاكد كده ان كل حاجه اتشربت من الجزر والزيت وتقلب كويس جدا، بس ناخد تشويحه كده. مش هنحمرها زي الرز العادي، لا. بس التشويحه دي بتفرق ان الرزايه برضو تفضل سليمه زي ما هي.
وما تتكسرش مني. ونزلت عليها بالميه. دايما الرز البسمتي بياخد ميه اكتر من الميه اللي احنا بنضيفها للرز العادي، بتاع عقلتين صباع زي ما انا ما وريت لكم. يعني نزلت صباعي كده عقلتين صباع تمام. وعندي هنا مرقه الدجاج، مكعبين من مرقه الدجاج، وابتديت قطعتهم كده ونزلتهم في الرز لحد ما ايه يدوبوا كده. وقلبت كده الرز بالسوائل اللي انا ضفتها. طبعا احنا ما ضفناش شوربه، لو انت عندك ضيفي، انا ما عنديش، عشان كده حطيت مرقتين الدجاج دمت وسبتها تستوي براحتها. وانا كنت ايه بشوف بقى الموز بتاعتنا، ما شاء الله الله اكبر، كانت فعلا ريحتها جايبه اخر الدنيا. وكمان كنت مولعه على فحمتين عشان نبخرها بقى كده، ندي ريحه الفحم ده، ولا اكنك بتاكلي طعم موز ضاني زي بتاع الكبابجيه والمحلات المشهوره جدا الفخمه، اللي انت بتروحي تدفعي فلوس الدنيا دي كلها في أكلة حلوة كده وتقدري تعمليها في البيت وبسعر كده قليل. ما شاء الله. كنت طبعا ايه عاملة كده زي طبق كده من الورق السلوفان اللي هو الحراري، عشان ضفت فيه الفحمتين وبشوية زيت. نزلت عليهم. طبعا عايزة اقول لكم البخار هنا كان قالب الدنيا وكان عامل عمايله. وغطيتها بسرعة بالورق السلوفان اللي انا مغطيه فيه من الاول. طبعا كانت الموز خلاص كانت استوت. وكمان بقى غطيتها عشان ايه ياخد البخار بتاع الفحم. كده الرز كمان كانت استوى واتشرب معايا. ما شاء الله الله اكبر عليه. الرزاية فعلا حلو قوي، ورزة منطورة مش مكسرة، وكمان لونه اصفر حلو قوي، وكمان مع الجزر مديله طعم حلو ومسكر. وكمان التوابل اللي احنا عملناها، انا كده كنت بذوق الرز وبشوف محتاج حاجة، لقيته محتاج سنة ملح صغيرة فطبعا ضفتها. وقلبت كده كل الرز معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله الله اكبر. الرز حلو قوي قوي قوي، وحلو قوي لما يتاكل كده مع الموز الضاني اللي انتوا شايفينها دي. ما شاء الله بتبقى اكله حلوه قوي قوي. ما شاء الله. انا كنت كمان عامله الفيديو ده كان على رأس السنه عشان كنت حابه ناكل حاجه مختلفه، بس بقى اتاخرت عليه في تنزيله. بس ان شاء الله يعني كده تتفرجوا عليه ويعجبكم. الطريقه دي جميله جدا جدا جدا، والرز فعلا تحفة. شايفين اللون والجمال. حبايبي لو انتوا اتفرجتوا على الفيديو معايا، يا ريت ما تنسونيش وتدعموني في اللايك والاشتراك وفعلوا تنبيهات الجرس للكل لو انتوا لسه مش مشتركين في القناة بتاعتي. ولو دي اول مرة تتفرجوا على قناتي او فيديو من قناتي، اتمنى ان انتوا تشرفوني في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وكمان كومنت حلو تشجيعي كده ليا عشان تشرفوني وتنوروني. بسعد جدا بأي كومنت بتكتبهولي، وباشتراككم يا رب يخليكوا ليا وتكبروا كده من جمهوري وتشرفوني وتنوروا قناتي. انتوا طبعا اكتر ناس بتدعمني. وكمان بفرح جدا بتعليقاتكم ليا. طبعا انا هغرب بقى دلوقتي معاكم الموز. عايزه اوريكم بقى الطعامه والجمال والحلاوه، والله ما في احلى من كده. ايه الجمال ده كله؟ شايفين الموز؟ بجد مهريه ودايبه دوب دوب، عامله زي الزبده. يعني زبده وطعم تحفه، متبخره بقى بطعم الفحم ومنكهينها ومدينها حقها بجد. طبعا كده كل ده كان على البوتاجاز مش جوه الفرن كمان. يعني لو انتي عندك مشكله في الفرن، لا ما انسي بقى اي مشاكل واي حاجه، كل ده على البوتاجاز من فوق. وظبطنا وروقنا الدنيا وعملنا احلى اكله. اكله بجد تتاكل في المطاعم مش في البيت. بس احنا مش مفيش حاجه يعني قليله علينا، وكل حاجه ايه بنعملها اللي فعلا فيه عقل وراس يعمل عمايل الناس. يعني ما شاء الله الاكل جميل جدا، والجزر دايب مع البطاطس والخضار اللي احنا ضفناه. والبصل بقى عايزه اقول لكم داب اصلا ما كانش ليه وجود معانا. والفصين التوم بقى طبعا عطولهم ريحه وطعم جميل مع التوابل الجميله اللي احنا عملناها. عايزه اقول لكم بقى شوفوا بقى الجمال والحلاوه. ايه رايكم بقى في الطعامه دي؟ ما شاء الله تحفه جدا جدا جدا.
واللحمة دايبة زي ما انتم ما شايفين. الموز حلوة قوي بتتكلم عن نفسها. عايزة اقول لكم زي ما قلت لكم مش لازم تفرضي عليكي ان انت تعملي موز ضاني. لو عندك حتتين لحمة حلوين اعمليها بالطريقة دي، وشوفي بقى الطريقة دي عاملة ازاي، والله العظيم هتعتمديها. مش هتبطلي تعملي الطريقة دي حتى لو مش في موز بالظبط يعني. زي ما قلت لك تقدري تعمليها كمان في الفراخ يعني، فهماني. والرز الجميل ده تحفة جدا جدا، وبجد والله العظيم يتاكل اكل كده وحديه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة يا حبايبي.